دكتور باحس إن يومي روتيني أوي، يعني باحس بملل في يومي هل ده له علاقة بمرض نفسي أو في حل معين أقدر أكسر بيه الملل أو الروتين ده؟ الملل جزء من تكويننا النفسي. لما بنعمل حاجة وبنستمر عليها بنصاب بالملل عادي. الملل علشان ربنا عز وجل يعلم ان ده جزء من تكويننا النفسي، عمل لنا نهار وليل عشان ما نملش، عمل لنا تنوع في العبادات عشان ما نملش، عمل لنا صيف وشتاء عشان ما نملش. في حياتنا لما بنحس بالملل نعرف نفرق بين الاتنين ازاي. شعور مؤقت لو هو جاء النهارده وبعد كده فقت، وبعد يومين ثلاثه اسبوع جاء تاني وبعد كده فقت، ده كده شعور مؤقت مرتبط بالحدث. لكن اضطراب الاكتئاب بيستمر ما بينتهيش حتى لو غيرت الروتين، حاولت تعمل رياضه، حاولت تبقى اجتماعي اكتر، ولكن جواك شعور انطفاء اللي هو حضرتك بتقول عليه مجازة كده ملل. حضرتك بتقول شعور ملل، لكن ممكن اوضحها لك اكتر. هو ممكن تحس بانطفاء من جواك ضلمه، في كرب جوه مش عارف سببه، فانت بترجع له الروتين. لو الحاله دي استمرت فده يبقى اضطراب اكتئاب. ممكن بيصاحب الحاله دي، عشان نقدر نقول ان ده اضطراب اكتئاب، بيصاحبها اعراض تانية زي اضطرابات في النوم، زي اضطراب يعني بتنام كتير او ما بتنامش خالص، اضطرابات في الاكل، بتاكل كتير او ما بتاكلش خالص، ممكن يبقى تنميل في اطرافك في ايديك ورجليك، ممكن يبقى في اضطرابات في المعده، امساك، اسهال، مغص، ممكن يبقى في صداع، ممكن يبقى في خفقان في القلب، في سرعه تنفس. الاعراض دي مجتمعه، مش هنقول ان ده مؤقت، هنقول ان ده اضطراب اكتئاب.